النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جالنا في الكومنتات. ايه الطريقة الصحيحة لاستخدام الانسولين؟ ولما السكر بتاعي يعلى اظبط جرعة الانسولين ازاي؟ وهل لو انا عندي نوعين انسولين واخدتهم مع بعض ممكن يأثروا على بعض ولا لا؟ الحقيقة الموضوع ده مهم، هجاوب عليه في حلقتين. تعال اقول لك. خلينا نتفق على اتفاق، الانسولين انواعه مختلفة، وعشان تظبط الجرعة لازم تعرف نوع الانسولين. دول نوعين من الشورت اكتنج انسولين، نوفولوج وهيومولوج. تقريبا بناخدهم نص ساعة قبل الاكل. بيشتغل خلال 30 دقيقة في الجسم، بيوصل للقمة بتاعة الجرعة بتاعته أعلى حاجة فيها خلال من 2 ل3 ساعات، بيستمر في الجسم من 6 ل 8 ساعات. ده بقى النوع التاني، انسولين طويل المفعول، لانتوس وبيزاجلار. تقريبا بيتاخد مرة واحدة في اليوم وحسب الدكتور ما قايل، بيقعد تقريبا في الجسم من 24 ل 36 ساعة. مهم جدا ما يبقاش فيه تداخل ما بينه ما بين الانسولين السريع الرابيد اكتنج. امتى بقى اصحح الجرعة بتاعة الانسولين؟ ليها معادلة هتشوفوها في الفيديو. المهم لازم تتناقش مع الدكتور بتاعك او الصيدلي ازاي تظبط جرعه الانسولين. استنوني الفيديو اللي جاي عشان اقول لكم هل لو اخدت الانسولين شورت اكتنج مع الانسولين لونج اكتنج هيتداخلوا مع بعض ولا لا. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.